نتمنى لكم كل خير. اليوم ان شاء الله يا ربي كيف ما كتشوفوا جبت لكم واحد الوصفه اللي هي الصراحه اكثر من رائعه. بغريغ المغربي معمر البنات بواحد الطريقه اللي هي جد سهله، يقدر يعدلها اي واحد، وفي نفس الوقت بحشوه لذيذه بزاف. جربوها البنات وردوا عليا في التعاليق كيف العاده. بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا عندي هنايا زلافه ديال الدقيق. بالنسبه للزلافه اي زلافه عملتو كبيره صغيره اي زلافه البنات، المهم هي زلافه ديال الدقيق، والدقيق من الأحسن يكون ديال الحلوى ولا العادي، المهم دقيق أبيض، وجوج زلايف ديال الماء دافي، جوج زلايف كما كتشوفوا ديال الماء دافي. عملت الزلافه الاوليه وزديت الزلافه الثانيه، وغادي نعمل معلقه ديال الملح كما كتشوفوا. وهنايا عندي واحد الشاص ديال خميره الحلوى، عفوا خميره ديال الخبز، هذه فوريه. ملعقه البنات كبيره كتساوي 3 ديال المعلقات صغيورين بحال هذا الشكل هذا، ولا تقدروا تعملوا داك الشاسي ديال الدرهم البنات بالنسبه للبنات اللي في المغرب. صافي هنا غادي نخدم الخماره كيف ما كتشوفوا، وغادي نضيف الدقيق ديالي بشويه عادي. البنات تقدروا تعملوا العجينه ديالكم باي بغير كنتو كتبغيوها، بغيتو تعملوا هذا غير بالدقيق الابيض ولا بغيتو تعملوا حتى ديال السميد ماشي مشكل. المهم انا جربتها الصراحه، جربتها بهذا الدقيق هذا. اش غادي نقول لكم، خطيره بمعنى الكلمه وسهله، وكتجي العجينه خفيفه، يعني ماشي بحال اي المخبوزات ولا اي هذا كتذوقوهم. جربوها البنات واكيد غادي تعجبكم. صافي هنا غادي نخدم بغير ديالي مزيان وغادي نغطيه بالسلوفان ونخليه على جنب غير على حد ما وجدت الحشو ديالي، يعني ما غاديش نخليه بزاف ولا غادي نخليه واحد الوقت يعني بزاف ولا لا البنات، غير واحد شويه وغادي ندوز نخدمه، يعني غير على ما نطيب الحشو ديالي وصافي ندوزو البنات. بالنسبه الحشوه ديالنا غادي نحتاجو، او الحشو ديالنا غادي نحتاجو بصله مشلضه كيف ما كتشوفوا. عملتها هي اللوليه في شويه ديال زيت الزيتون وشحرتها مزيان وضفت عليها فلفله خضراء. هنا بالنسبه للفلافل البنات، يعني انا كنصحكم تجربوها غير بهاد المكونات اللي عطيتكم انا، ما تضيفوا عليها حتى شي اضافه، وجربوها هيدا وغادي تجيكم خطيره في المذاق. وهنايا البنات درت معاها لدن كما كتشوفوا الهبغه ديال اللدن، تقدروا تعملوا حتى القطع ديال الهبغه الدجاج. المهم البنات كيف ما قلت لكم جربوها بهاد الحشوه اللي عطيتكم واكيد غادي تعجبكم. واحد شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزر، وشويه ديال السكنجبير فقط لا غير، ما ضفت لهمش التوابل كاملين، غير هاد 3 هادو. بغيت اللون ديال البنات ما يجينيش حمر وما يجيش يعني واحد اللون اللي بحال كل يعني بحال جميع داك يعني داكشي اللي معمر كنعدلو. المهم غادي نخلطها مزيان على هاد الشكل هذا، هانتوما كتشوفوا. وفي الاخير غنضيف لها واحد شويه ديال الملح، غير شويه، حيتاش غادي نزيد لها الزيتون مقطع. ما غاديش، والزيتون طبعا كنعرفوه كيكون مالح، ما غاديش نحتاج الملح بزاف. صافي هنا ضفت الزيتون ديالي كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه هنا البنات ما عملتلاش الماء نهائيا، يعني شحرتها غير بديك الزويته، وانتم كتعرفوا لدى دغيا كيطيب. صافي غتبقى هيدا ما كتوقفيش يدك بالتحرير، غير واحد شويه عاود كترجعي تخلطيها حتى طيب معكم. صافي ها هو الحشو ديالي وجد كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف له هنا واحد شويه ديال الفرماج محكوك، الكميه اللي بغيتو تضيفوها نتوما ضيفوها، يعني نتوما كتحكموا. انا ضفت هنا واحد الكميه لا باس بها، جاتني مزيونه الصراحه. صافي غادي نخلط الكل مع بعضياتو مزيان وندوزو باش نطيبو بغرير ديالنا.
هانتوما البنات الصراحه ضروريه كيخمر، لان كنديروا واحد الكميه ديال الخميره اللي معقوله كتخمروا داريه، وحتى التقيب البنات فهو كينتقب مزيان مزيان. هانتوما كتشوفوا. غادي نسرع لكم المقطع باش ما نطولش عليكم الفيديو. الصراحه البنات كيجي مزيون، كيجي مجعب، وهذا هو المهم في هذه الوصفه، ان نعدلوه ببرير مجعب. كتجي هاد الوصفه البنات او هاد الفطائر كيجيو خطيرين بمعنى الكلمه. كنصحكم تجربوهم. صافي هنا من بعد ما كيبدا يطيب كتشوفوه كيكون مرخي البنات، ماشي بحال برير ديال السميده كيجي واقف. صافي غادي نعمل واحد المنديل اللي كنبقى نطيب وننزل فيه وندوز هنايا باش نوجد معكم اولا باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنعمرو. هنا البنات كتضيفوا واحد المعلقه، قياس ديال المعلقه كبيره. بالنسبه لهاد البغيره البنات انا عملته يعني الشكل ديالو متوسط، ما كبير ما صغير. وفي نفس الوقت الا كنتو هيدا عندكم مناسبه اولا بغيتوا ديروه في بلاطو ديال المملحات ولا في شي مناسبه كيف ما قلت لكم عراضه، ولا بغيتوا تكثروا منه، من الاحسن البنات عملوا الحبات ديال البرير يكونوا صغارين، يعني المغرفه اللي غادي ديروا بها برير ديالكم تكون صغيره، ولا ديروها في ديك المقيله اللي فيها اللي كنعملوا فيها برير ستيت وديك اللي كتجي فيها شي 6 ولا 7 ديال بغيرات في مره واحده، ديك المقيلات اللي مقسمين حتى بهذاك حتى داك الحجم هذاك، يعني تقدروا تعمروهم كيجيو في المنظر يا سلام. وحتى الا حطيتوهم في الحطه هيدايا في شي بلاطو يجي كيحمق الشكل ديالهم. صافي هذه هي الطريقه كيف ما شفتوا. ديروا الحشو في الوسط ومن بعد كتشدوا البريره ديالكم من الجناب، لان ما كنعمروهاش يعني البنات من الظهر ديالها، كنعمروها من الوسط باش كنتكيو هنايا على هذا الشكل هذا. كتكيو على البغرير، وطبعا كيلصق معكم تم يعني ما كتحتاجوش تلصقوا حتى بشي حاجه. ساهل ماهل كيف ما قلت لكم، اي واحد يقدر يوجدها. ندوز باش نزيد معكم وحيده باش تحفظوا الطريقه ديال الجميع ديالو. هانتوما طريقه سهله ومبسطه، اي واحد يقدر يعدلها كيف ما ذكرت لكم. وصافي هنايا من بعد ما غادي نكمل جميع الحبات اللي عندي، غادي ندوز وغنجيب بلاطو اللي غادي ندهنو. اول حاجه غادي ندهنو بالزبده، ما غاديش نعمل فيه لا دقيق لا حتى شي حاجه، انا فضلت نعملو هيدا بالزبده البنات باش داك القاع ديال الفطيره ديالي او لابغير يتحمر من تحت مزيان وياخذ واحد الشكل واحد اللون ذهبي، وفي نفس الوقت يجي مقرمش، يعني يعطيني واحد التقرميشه وفي نفس الوقت رطوبيه من الفوق. وهنايا طبعا حتى من الفوق غادي ندهنا غير بواحد شويه ديال الزبده، ما غاديش نكثر له الزبده بزاف باش ما يجيش ميدم ولا مقشق يعني مقرمش بزاف. انا ما بغيتش فطيره تكون مقرمشه، بغيتها تكون نورمال، غير القاع اللي بغيتو يجي يعني شويه قاصح اولا مقرمش. صافي كيف ما كتشوفوا دهنت غير شويه بالزبده، وغادي نضيف له فروماج. هنا حكيته في الحكاكه رقيقه البنات، كيعطي واحد الشكل مزيون على الوجيه ديالو. وبغيتو تخليوه سامبل، ما ديروا له لا فروماج ولا حتى شي حاجه في الوجه ديالو، حتى هيدا كيجي شكلا مزيون وكيشهي البنات. صراحه كيشهي بمعنى الكلمه. ملي درتو لهم صراحه عجبهم بزاف في الدار. صافي هنايا غادي ندخلو للفران يتحمر غير واحد شويه، ياخذ واحد اللون اللي يكون ذهبي، ونخرجو ونتلقى معكم في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا او لا بغرير محشو بحشوه لذيذه
جدا. تقدروا تقدموها البنات مع الصوبة على هذا الشكل هذا، ولا تقدروا مع الحريرة، لكم الاختيار. الصراحة جربوهم، وكيف العادة إلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايك والاشتراك في القناة باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد ديالي. ودابا غادي نديكم معايا هيدا واحد الجوله في محل الاواني، نشوفوا الجديد في الاواني اللي الصراحه كنحماقوا عليهم كاملنا نحن النساء. يلا نمشيو معايا للمحل. معايا في هذا الفيديو. نتوما عارفيني انا الا شفت المعان ما غاديش نسكت، كلشي كيعجبني. اي حاجه غادي نهضر لكم عليها فهي اي حاجه زعما غنشوفها غنهضر لكم عليها، حيت كلشي كيعجبني ما شاء الله. هادشي كيحمق البنات. نخليكم تستمتعوا بالفيديو، ما نكثرش عليكم الهضره. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي، ودمتم في رعايه الله وحفظه.